السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. يلا مع بعض نعمل كوباية الحلبسة او حمص الشام حسب ما بتسموه. بجد حلو جدا، كوبايتين كده دافين في الشتاء. وما بياخدش سوا، واحسن وانضف من بره بكتير، وطبعا ارخص عشان عاملاه في البيت وبتعملي كمية كبيرة في البيت. لكن بره بتشتري يعني كوباية زي دي بتبقى غالية جدا. تعالوا نشوف عملناه ازاي بكل سهولة وبساطة. عندي حلة على النار، جبت فيها كمية مية محترمة كده، حطيت فيها الحمص بس نقعته ساعتين قبلها في مية، وبعد كده حطيت كام فص توم كده حوالي 4 5 حسب الكمية اللي انتي هتعمليها. وحطيت طماطمايه، دي طماطمايه عادية ممكن تحطوها يعني طماطم عادي طازة او في الفريزر. انا ما كانش عندي طازة فطلعت في الفريزر وحطيتها عادي. تقدروا تحطوا كمان عصير طماطم، مفيش اي مشكلة. وحطيت معلقة كركم صغيرة. الكركم مفيد جدا وبيزود المناعة وبيدي لون حلو. ورشة كمون، وهرش شوية ملح، واسيبهم يغلوا مع بعض. مش هحط اي حاجة تاني دلوقتي، واديله تقليبة كده علشان يديني اللون الاصفر الجميل ده. والناس اللي بتتعب من التوم بجد صدقوني مش هيبان طعمه خالص فيه. وطبعا لما يغلي ويدخل في السوا هيتهري مع الطماطم، وبجد هيدي لون وطعم حلو جدا. وطبعا الكركم دي يعني خطوة تقدروا ان انتوا تشيلوها او تخلوها، بس حلو جدا للمناعة وزي ما قلتلكوا بيدي لون. عندي هنا بيغلي، بصوا الطماطم اتهرت ازاي، معنى كده ان هي خلاص استوت ودخلت في السوا. ما بياخدش وقت طبعا علشان انا نقعته قبلها بساعتين، فمش هياخد وقت خالص. وحسيت ان اللون عايزاه يبقى احمر شوية فزودته معلقتين صلصة. تقدروا تضربوا طماطم في الخلاط مفيش مشكلة، بس عشان انا كنت عاملة يعني كمية صغيرة فقلت كفاية الطماطمايه ومعلقتين صلصة كده حلوة قوي. تقدروا كمان تحطوا رشة سكر علشان تعادلوا الحموضة بتاعة الطماطم، عشان ما تحسوش بحموضة جامدة وانتوا بتاكلوه. وطبعا بعرف ان هو استوى بدوق واحدة، او بلاقي القشرة الخارجية بتاعته ابتدت ان هي تخرج منه كده وتبوش. وبديله بقى غلوتين كده علشان الطماطم والصلصة بقى كله يدخل في بعضه كده. بجد الريحة مش قادرة اوصف لكم، يعني بصوا حلة كبيرة وهتفضل معانا كذا يوم. حلوة جدا، نشرب كوباية كده نتدفى بيها في الشتاء الساقع ده، ومفيد جدا للأطفال. وزي ما قلتلكوا خطوة الكركم دي حلوة جدا وبترفع المناعة، ومش هيبان قوي يعني معلقة صغننة جدا، رشة صغننة مش هتعمل حاجة. مش حابينه خلاص هتشيلوه مفيش اي مشكلة. هتدوقوا طبعا المية بتاعته تشوفوا الملح بتاعه تمام. تمام مش تمام خلاص هتزودوه شوية تديله غلوتين وكده تمام معايا. طفيت عليه، هبتدي بقى احط الحمص الاول في الكوبايات الكمية اللي انا عايزاها، وبعد كده ازود بقى المية بتاعته. بجد بيدفي ومغذي وحلو جدا ومشبع، يعني تاكلوا الكوباية دي اصلا وتناموا خلاص كده مفيش عشاء. بجد حلو قوي. وكمان تقدروا تزودوه بقى شطة، بس خلوا الشطة ان انتوا تحطوها في الكوبايات لما تيجوا تشربوا، علشان ما تبقاش الحلة كلها مشطشطة ويبقى فيه حد مش بيحب الشطة وكده فما يقدرش انه ياكل منه. وكمان الليمون، عصرة الليمون لما تيجوا تعصروه في الكوباية على قد كده مع الشطة، علشان ما تعصروش على الحلة كلها ويبقى في حد مش عايز ليمون مع الثوم مع الطماطم هيبقى تقيل قوي على معدته، فكل واحد يبقى ايه تمام. وكده خلص معايا وبقى جاهز بجد بالشكل الحلو ده. جربوه هيعجبكم جدا، حلو وسهل وسريع وطبعا في البيت ومغذي للاطفال. جربوه وهستنى كومنتاتكم الحلوة، وقولولي لو بتزودوا حاجة او بتشيلوا حاجة من عليه. جربوا الوصفة بتاعتي دي سهلة وسريعة هتدفي في الشتاء. وده كان فيديو النهاردة، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. باي باي.